نعم مجهولة لا تعرف قيمتها إلا عند زوالها، كالصحة والأمان. هذا الكلام ينطبق على الأمن الغذائي الذي يرتبط وثيقاً بالأمن المائي. لك أن تتخيل ماذا يحصل إذا قل الغذاء. لهذا السبب ارتأيت تسليط الضوء على المشاريع المقامة في هذا المجال. زرت واحدا من أكبر معامل الطحين في الشرق الأوسط والعراق. معمل طحين داس. في مجال الأمن الغذائي عملت الكابينة التاسعة على إنشاء 4 سيلوهات بطاقة تخزينية تصل إلى 160 ألف طن في عموم إقليم كردستان، ومنحت 977 رخصة إنشاء معمل في هذا المجال. أنا الآن أقف في واحد من أكبر مصنع في عموم العراق وإقليم كردستان والشرق الأوسط. تابعوا معي. وبهذه الرخص وصل عدد المعامل المصرح بها في إقليم كردستان إلى 4547 معملاً. هذا المعمل الذي نتجول فيه حقق الاكتفاء الذاتي، بل تعدى إلى تصدير منتجاته، إذ يوفر سلات غذائية غنية لجميع أنحاء العراق والشرق الأوسط، معتمداً بذلك على حقول القمح المحلية. حتى في وقت الأزمات أمنت حكومة كردستان غذاء الناس الأساسي من خلال بناء 4 صوامع لتخزين حبوب القمح في عموم محافظات الإقليم، وهي متساوية في ساعات التخزين ب40 ألف طن لكل منها. لكي لا يعتمد الإقليم على استيراد أساسيات الغذاء ويوفر دخلاً قومياً جديداً، صب اهتمامه على تنمية الأمن الغذائي. تم بناء حوالي 997 معمل خلال هذه الفترة في كل المجالات. المعامل طبعا مختصة في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجالات الأخرى، وأيضا تم بناء حوالي 30 ألف بيت زجاجي للزراعة، إضافة إلى أكثر من 7000 شركة تم تسجيلها. وما نريد فقط احنا نعتمد على النفط. حقيقة النفط يعني مو ما الواحد يعتمد عليه، لأنه مو مضمون، سعره متقلب، متأثر بالعوامل السياسية والأمنية. فإحنا يعني هدفنا إن شاء الله في السنوات القادمة إنه نعزز المصادر الأخرى وما نعتمد على النفط. من هذه الأرض تصدر كردستان منتجاتها إلى العالم. توفير المياه ساهم بازدهار حركة الزراعة، حتى أصبح الإقليم عهد كابينته التاسعة يصدر محصول البطاطا إلى دول العالم، إذ ينتج إقليم كردستان ما يقارب من 650 ألف طن من البطاطا سنوياً. ففي فترة الكابينة التاسعة عملت الحكومة على إنشاء 30 ألف بيت زجاجي استفاد منها 3813 فلاحاً، فضلاً عن إنشاء 6 معامل لإنتاج المواد الغذائية من محصول البطاطا.
وإلى قرب قضاء العمادية حيث قرية بريبهار تتبعت مزارع العنب. وتشتهر دهوك ب125 نوعا من هذه الفاكهة، إذ تزرع على امتداد أكثر من 20,000 دونم، ما حققت هذه المزارع الاكتفاء الذاتي. وفي سياق دعم الزراعة، يؤكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراراً وتكراراً على أهمية الاستثمار في المنتجات الزراعية ومساعدة المزارعين ليتمكن الفلاحون من الارتقاء بالثروة الوطنية إلى مستوى يؤدي إلى ازدهار البلاد وزيادة الإيرادات المحلية. لذا ارتفعت نسبة الاستثمار الزراعي في إقليم كردستان عهد الكابينة التاسعة إلى 8%، بعدما كانت أكثر من 1%، حتى أصبح الإقليم يصدر المنتجات التالية: الرز، السماق، الراشي، الرمان، العسل، التفاح والبطاطا إلى دول الخليج وأوروبا.